إذا كنت تبحث عن مكان يجمع ما بين المتعة والأمان لن تجده إلا هنا. فود هاب، رفاهية بلا حدود. فود هاب، مطاعم من كل الدنيا، مصري، شامي، عراقي، خليجي وغربي. فود هاب، مطاعم، كافيهات، أماكن ترفيه، مكان يجمع الأسرة والأصدقاء. فود هاب، زيارتك الأولى لن تكون الأخيرة. فود هاب، الرفاهية كما يجب أن تكون. فود هوب. فود هوب ده 3 أدوار من تحت. احنا كده وصلنا عند فود هوب. السلام عليكم، مدير اللباس عليكم. برافو. كنت عارفين المغربي. احنا النهارده موجودين في اكبر مطعم، اكبر مول للمطاعم العربيه في مصر. اكتوبر، في 6 اكتوبر، مدينه 6 اكتوبر. احنا النهارده في اكبر مول، بكررها، اكبر مول للمطاعم العربيه في مصر. المطعم اللبناني، المطعم اليمني، المطعم العراقي، المطعم الخليجي، ما شاء الله، المطعم المصري، المطعم السوري، المطعم الايطالي. احنا هنا موجودين في فود هوب. فود هوب هوريكم كده، يعني حاجه كده فوق الوصف يعني. انا ما خلت لي ما نقول مو مشكل. ممكن ما سمعتوا اللي قلت لكم ام رضوان، احنا في اكبر مول لسلسله مطاعم فود هوب. فود هوب في اكتوبر. ده اصلا اللي احنا جايين له من صراحه ده يعني قام على، يعني دازت على الافتتاح ديالو 5 أيام، وما شاء الله ما شاء الله، يعني بصراحه عليه الاقبال، الله يبارك لهم. يلا نشوف الحلقه، هوريكم العجب، هوريكم النهارده. بالنسبه للمغاربه اللي هنا بنصحكم تجوا لهنا. اللي كيعجبهم السوشي موجود هنايا. فاجئيهم بقى. كاين المدير المكان. هذا مدير المكان. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا اسمي مالك، جي ام المكان. أهلا وسهلا فيك. فود هاب. يا أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا. أهلا وسهلا، تفضلوا. مبروك عليكم. أنا بقول له فود هوب، هو راه فود هاب. أنا بقى بالفرنسي ولا بالإنجليزي. يلا كما قلت لكم، هنا القهوة. بالنسبة كما قلت الناس اللي كيحماقوا على السوشي موجود هنا، وغنوريكم بالنسبة للأمهات. سفرة وطبلية. سفرة وطبلية. بالنسبة للأمهات اللي كيزعجوهم ولادهم ما كيخلوهمش يجلسوا في خاطرهم، عندهم مكان فين يلعبوا ولادهم وفين يجلسوا يشربوا القهوة على خاطرهم. آسفة على الموسيقى بزاف، بصراحة ما عرفتش نهضر. كما كتشوفوا معنا، يلا كما كتشوفوا معنا رضوان كتصور. ديت بيسموها البحرة أو البحيرة، دي موجودة في معظم البيوت السورية. المول هنا عامل النظام اللي هو السوري،
في الدور الارضي والنظام الفرنساوي الكلاسيك. عندنا هنا سفره وطبليه. الغرفه دي او الحجره دي كده ده كافيه اسمه سفره وطبليه، وده مغني. بقى المكان دوت اللي هو سفره وطبليه. سفره وطبليه هنا. المكان ده مريح جدا جدا للناس اللي ايوه الامهات والاباء يبرزطوهم ولادهم او يزعجوهم ولادهم. هنا في بارك كيدز يلعبوا تمام. يعني هنا بتقعدي مثلا ولادهم عايز تجيب المكان كده من سكه محمد. ولادهم كيلعبوا يعني في قبال عينيهم كما كتشوفوا. المكان فيه نظافه. اوعي تنسي. لا المكان زوين بصراحه. احنا هنا في سفره وطبليه. ايوه سفره وطبليه. سفره وطبليه زي ما انت شايفه كده. هنا بيقعدوا ياكلوا ويطلبوا الطلبات. ايوه تمام. ولو في اطفال يعني هنا الاكل. انا افتكرت غير شرب القهوه بس. للاكل للاكل. ما شفتش تباصل كما تنقولوا. هذا الشيء يصلح لمحمد ولدي ندخلوه يلعب ونجلس ناكل. لا المكان عجبني يعني. لا والله المكان زوين بزاف صراحة. اكتوبر زوينة بزاف. لا المول ده حلو. المول حاجة تانية. هنا البارك كيدز بتاع الاطفال. ايوه يعني الام تاكل وترتاح. ايوه بيبقى اولادها بيلعبوا كده امام عينيها. بيلعبوا في نفس الوقت تاكل فرحتها وتشرب فرحتها. وفي اشراف كمان. لا ما شاء الله. ده بالنسبه للدور الدور الارضي. اول كافيه كده. احنا قبل ما في طريقنا. ايوه نبغى نمشوا المطعم اسمه سفره وطبليه. سفره وطبليه. ده مناسب لاي واحده معاها اطفال. يلا المغنيه دينا. بيتزا ايطاليانو. معانا الشيف هنا. فتحي. نعم. مسؤول عن المعجنات السوري. عندنا شغل في البيتزا الامريكي والايطالي والسوري. وشغالين مناقيش طبعا اللبناني والسوري برضه. وده حاجه من شغلنا شغل المحل. بيتزا باسم المحل. خلاص. ايطاليانو موجود هنا. شوفي صور هنا. شوف معنا. الفرينة دي زوينة كيف ما كتشوفوا معنا. كيلعب بالعجينة. قربي لي. ايوه ما شاء الله. انت كده بتعمل بيتزا صح؟ اديله المايك. اقول ايه طيب؟ ده شيف مسؤول عن ايه؟ المعجنات السوري. فتحي. مسؤول عن المعجنات بس. بيتزا المعجنات الايطالي. بس هتعمل لنا بيتزا ايه؟ شوفي اللي تحبيه يعني. ممكن اخليكي تجربي بيتزا مثلا لحوم ميكس. حاجه على ذوق. حاجه باسم المحل ماشي. ما كتشوفوا. عايزين بقى نشوف. انا عجبتني هاد الفرينه هادي. حيجي نحط راحه ديال الخبز مغربي وطيبه فيها. كما كتشوفوا. كما كتشوفوا كيصاوب بيتزا. حط الصوص على اساس مع
دعوة النهاردة كبيرة بالنسبة لنا ان احنا هنيجي فود هوب. دعوة عندنا النهاردة كبيرة كبيرة، يعني حاجة كده، حاجة تشرح القلب بصراحة كيفش أنا كيف ما كتشوفوا بيتزا في الفرينة. ممكن تقربي احنا كده قريبين جدا من الفرن. بيني وبينكم سميتها هذه حط عليها الشوكولاتة والبنان. عرف دير مش عارف ما هو المصدر. شيدر موزاريلا، نوتيلا وزيتون، جبنه زيتون. تمام. ممكن تعيد لي دي عشان نسيت الفكرة. شيدر موزاريلا، جبنه زيتون، نوتيلا وموز. ده الجديد بتاعنا لسه نازل. احنا كده خلاص سالينا بس ايه الكرة اللي عجباني لفة ام محمد تموت على الكاميرا، تحب تتصور، تحب تتصور كتير. دي البحر او البركة بيسموها السوريين، دي بتبقى في وسط البيت كده عندهم في وسط الدار كده، وانتوا داخلين بتبقى حلوة. المكان هنا بصراحة بجد روعة وجميل. ده سفرة وطبلية المصري اللي احنا قلنا عليه، ده الجميع الأكلات المصرية. وهنا زي ما قلنا هنا المطعم الليبي، وهنا المطعم العراقي، وفوق المطعم اللبناني، باللكنة السورية، وهنا الياباني، وهنا المعجنات الإيطاليانو. المول جميل أصلا. هنا كده هنا الحمامات، هنا المطبخ، مش هينفع نجيب حاجة. أصحاب السوشي يا ولاد السوشي شغلت واحد خايف سوشي. أنتم أصحاب السوشي، الناس اللي كتبغي السوشي كيف ما كتشوفوا معنا. هتشوفوا معنا ايه بس؟ السوشي هو ده الأسماك. في الناس اللي كتبغيه كيبغوه الناس. احنا في ايوه احنا كده في المطبخ الياباني. ايوه ساكي الشارع هنا، ساكي الشارع يقدم نفسه. خير، انا الشيف جمال، شيف ياباني. حضرتك انا ده المطبخ الياباني، بنعمل حاجه سوشي اسمها سوشي، وبنعمل تيبنياكي. التيبنياكي ده الطهي على الجريل، بعمل شو قدام الجست. تمام. بعمل حاجه اسمها تشيكن بريست، بيف تندولوين، شريمب تيبنياكي، لوبستر، سيسكالوب، سالمون تيبنياكي. تمام. تيبنياكي ده ايه؟ بيون للتيبنياكي، بيون للتيبنياكي، صويا صوص، صويا خلطة فاير يا فندم، بعمل بقى على نار. ده زيت كريستال، ميه، جينجر صوص، زيت سمسم، جينجر فريش، توم فريش، ويستر صوص، شيلي اويل، اكس، بطر. تمام. هنا ايه؟ سمسم، بهارات اسيوي، فلفل اسمر. تمام. هنبدا مع بعض. اويستر صوص يا فندم. هنعمل مع بعض اكس، نقطع البيضة يا فندم كده، نعمل ديسك بالطريقة دي. نعمل فاير الأول.
قاعد سمعت النار بس شو الجبهة. برافو. ايوه الطريقه دي بتعجبني تبع واو واو، انت ممتاز على فكرة، انا بتفرج على الاكل الصيني. والله ممتاز. حبيت المطبخ الياباني. يا ريت كان عنده مطعم مغربي. مش مليان. حط الزبدة. نسيت الفكره دي، اللي بيعمل مطعم مغربي. طلع فيه. خضار، رز بالخضار والبيض. ايوه كده احنا هنطبخ على التيبينياكي تشيكن بريست وشريمب تيبينياكي بالصوصات الشيلي اويل والويست والصويا صوص. شوفوا جاكي شان. انا سميته جاكي ده سمك. سمك. اصحاب الحوت. ايوه كروفيت. عجباني جدا. كسفيته كمان من الناس. الكروفيت. شو بتسموه جمبري؟ احنا بنسميه الكروفيت على طول. الله اكبر. بغيت نعرف الماده اللي كتعمل هاد العافيه شنو هي؟ لا رائع رائع بجد. لا بغيت نعرف الماده اللي كتعمل هاد العافيه. حلوة، بيعجبني انا حركة النار دي. فكرة التيبينياكي يا فندم الرز اللي بيستوي على الجريلا قدام حضرتك. كل حاجة بتتعمل فريش قدام. كل حاجة بتتعمل بصوص. نعمل صوص الجمبري.
دينا بغيتك تغني. اغني ما غنيش ليه؟ الله انا ما بحبش. هيوريك الفنانة. شوف الفنانة أم رضوان. احنا في شغل. اشتغلي الفنانة، لكن أول مرة بكتشفك إنك فنانة. الله يكرمك. الله يكرمك. ده وين متصدمت. انا حبيت المطبخ الياباني على فكره. على كده ما عنديش يعني حبيت السكاكين اللي عماله تلعب والنار اللي بتطلع دي. اهو اهو. شنو هذا اللي كيصب فوق منا؟ خلي والله خلي فوق. اوه اوه صويا صوص. قربينا من بصل ما معاش اللعب. ما معاش اللعب. انا احب كده، انا احب كده قوي. حبيت المطعم الياباني بجد. ايوه بقى كده بتلاقي كده حلو يعني كل الحريقه دي عشان اللي يا رفاقة. الله، انت جيت على الوجع بقى كده، انت كده جيت على الوجع بتاعي. ده روبيان صح؟ كل براون الناس دي متوصية بينا النهارده على فكرة. تعالي نوريهم المنيو طيب عقبال ما يخلص. مش شكل؟ شكل وشكل نقول فراخ وجمبري عشان برضو الناس تعرف ان احنا عملنا ايه. عشان تعرفوا من الناس المكونات شنو هي. عايزين بس نجيب المنيو ده. استني زي ما هو كده، زي ما هو استني اهو. ده منيو السوشي. سوشي اوشي. اسمه سوشي اوشي. سكي كده يا محمد معايا. سوشي اوشي. بالنسبة بغيت نقول لهم على الدروج، كاينين من برا وكاينين من الداخل. هاي البنوني. ده منيو سوشي اوشي. ركزي معايا، صوتي احلى منها طبعا. عيب عليكي. الله 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 صوتك ما كاينش بحالها. صوري هما كاينين دروج من الداخل ودروج على برا. كده احنا خلصنا السوشي اوشي. سوشي اوشي ده مش سوشي اوشي. ده مطعم سوشي اوشي. ايوه مطعم. ده جمبري وتشيكن وخضار. ده الاكل الصيني بالنسبه للناس اللي كيبغوا الاكل الصيني.
يطلع برا، يطلعوا لفوق. ام رضوان كتدخل في وجهها. عليك تقريبا بجوج. بسم الله عليك. بوحده بوحده. انا اول مره ادخل والله لك شغال. سبحان الله، بحال يديك بحال غناز. هذا الصوص الحار. حار هذا عندهم يعني عامل كده. ده حار، يكون حار. في مفجوع دوقي الدجاج. والله العظيم انا شرف ليا ان انا اصور المكان دوت النهارده. انا باكل جمبري وام محمد تاكل الفراخ. يلا ناكل نصور واحنا بناكل. بار كافي. هنا كافيتيريا كلاسيك فرنسي تبع الكافي. ده البار زي ما قلنا. تعالوا بقى بينا نطلع الدور التاني. ده تبع الكافيتيريا برضه الحلويات. شوف المنظر عامل ازاي. البغدادي العراقي. هنا المطعم العراقي. كده القعدة العربي، بس هو هنا في ناس فمش هنقدر نصور. هنا القعدة العراقي او المطعم العراقي يعني. عايزة اوريكم المكان من هنا.
جبل لبنان. مطعم اللبناني حاجه كده ما تتوصفش طبعا. انا قلت لكم هتشوفوا في الحلقه دي ذهول. المكان هنا اصلا يعني يعتبر VIP يعني. VIP ده مش ده يعني اصطناعي. ده صناعي. لانه جبل. عشان نقدر طبعا نطلع لفوق. في ناس قاعدة ومش هينفع نصورهم. نكتفي ان احنا يعني ناخد القعدة العربي هنا كده. في هنا احنا كده نجيب المكان من هنا. ده السلم اللي احنا اتكلمنا عنه. المكان اللي كيف فرشوه الكراسة هو ده. وهذا ده المكان اللي احنا صورناه من مع تحت. كورونا ومع هذا الشيء الدنيا عندهم شوية مقلوبة. خاوي ما حاطينش فيه. من تحت المطعم السوري اللي صورنا لكم في البداية. هنا لتحت. هننزل السلالم كده برضو هنفرجكم. صراحة مول طويل. ام محمد عجبها المول جدا. عجبني المول، عجبني حتى الموقع اللي فيه. رجعنا تاني اهو. احنا نزلنا من هنا. هنا الكافيه الفرنسي الكلاكسي. شوفوا ده يعني كافي فرنسي. كافي فرنسي كيقدم كل شيء. شنو هو؟ بار كافي. بار كافي ده لتقديم المشروبات اللي هي العادية مش حاجة. هما كيسموها التسمية. احنا من اول مرة قال لنا بار مشينا بين كعيط لينا قلنا ما تفهموش غلط. اجيو يلا كنتم مع يومياتنا أجنبية ومصرية. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك وتاخدوا مشاركات. واللي أول مرة يشوفونا يا ريت تكون الحلقة عجبتكم. احنا برضه هنأكد موجودين في أكبر مول للمطاعم العربية في مدينة 6 أكتوبر.